الفيديو ده عبارة عن فقرات ومقتطفات من قناة موجة كوميدي. الفقرة الأولى: جمهور الزمالك بعد ماتشهم مع سيراميكا كليوباترا كسروا حاجات في استاد هيئة قناة السويس. هتقولي طب ايه الجديد؟ عادي، ما ده حصل كتير قبل كده. وبدل ما يعاقبوا جمهور الزمالك، اتحاد الكرة كان بيطلع يقول لنا ان ده حماس زائد. لا، المرة دي في شوية حاجات مختلفة. المرة دي إدارة نادي سيراميكا كليوباترا قاعدين في أمان الله، لا بيهم ولا عليهم. لقوا خطاب من إدارة استاد هيئة قناة السويس بيطالبهم ب 168 ألف جنيه. بتوع إيه دول يا باشمهندس؟ قال لك ده تعويض عن تلفيات الاستاد اللي عملها جمهور الزمالك. طيب، هل إدارة الاستاد ما تعرفش إن ده جمهور الزمالك، وإن سيراميكا حضر له 12 نفر من مجلس الإدارة كانوا قاعدين في المقصورة؟ طب لما هم عارفين مش بيبعتوا للزمالك ليه؟ اقول لك انا: هو الزمالك اصلا بيدفع ايجار استاد القاهره؟ هل يجرؤ مسؤول واحد من استاد القاهره يقول للزمالك مش هتلعبوا على الاستاد الا لما تدفعوا الفلوس اللي عليكم؟ وخصوصا بقى ان استاد القاهره بيتم ادارته من السويس، واستاد الماتش اسمه استاد هيئه قناه السويس. يبقى ايه العامل المشترك؟ الله ينور عليكم، السويس. طيب ايه الحل؟ ولا حاجة. سيراميكا غصب عن عين اهله هيدفع. ما هو اي حد في البلد دي بيدفع الا الزمالك. الزمالك ده بيفكرني بالنصابين بتوع زمان. كان الواحد من دول يركب الاتوبيس لما يجي الكمساري يقول له مباحث وما يدفعش حاجة. الفقرة التانية: الفقرة دي كومبو عبارة عن اتنين في واحد. لقاءين تلفزيونين لجواهر التحكيم المعتزلة، محمد الحنفي ومحمد عادل. محمد عادل ده أسطورة الاحتواء، صاحب فضيحة ضربة جزاء يخرب بيتك يا ميدو. واللقاءين دول تميزوا بمشاعر فياضة وحب دفين للاعبي الزمالك. واحد فيهم قال لك انه عمره ما كان هيطرد عبد الشافي لانه بيحبه جدا، والتاني قال لك اللعيبه كانت بتشكك في ذمتي في الماتش، ولو طبقت القانون هطلع انذار في انذار واطرد، والاقي نفسي بعد شويه واقف في الماتش لوحدي. فعلى طول رحت مكلم زمايلي في السماعات وفعلنا وضعيه الاحتواء، اللي هي لمعلوماتك عشان تبقى فاهم بس. الاحتواء ده اهم ماده بتدرسها الفيفا للحكام. ما تقوليش بقى قواعد وقوانين يا جهله. وبرضه محدش يسألني مين لعيبة الزمالك اللي كانت بتشتمني وبتشكك في ذمتي، لأن اللعيبة دي أنا بحبها جدا. دي مجايب وفضلة خير عصام عبد الفتاح، صاحب مدرسة اطلع بالمباراة لبر الأمان الشهيرة. والله الناس دي هتوحشنا جدا. لكن البركة بقى في محمد معروف وميدو سلامة ووليد عبد الرازق وطارق مجدي وغيرهم كتير. ده غير بقى نجوم الفار الساقطين اختبارات. عندك بقى مدحت مصطفى وابناء العاملين التلاتة. والله الواحد ما بقاش يعرف يعد من كترهم. الفقرة التالتة بطلها جمال عبد الحميد. جمال عبد الحميد ظهر مأسوف عليه مع أمير هشام، وقال له ياسين مرعي لعيب كويس قوي. فأمير هشام سأله طب لما هو كويس قوي ازاي الزمالك سابه؟ فجمال عبد الحميد حب بقى يرمي افيه جايبه من على السوشيال ميديا، فرد وقال احنا مشيناه مع امام عاشور عشان الاتنين شتموا الاهلي والصور موجوده. هو طبعا يقصد احمد عيد اللي كان في المصري، بس عشان علامه على قده والقرايه بعافيه شويه فقلشت منه ولخبط ياسين مرعي في احمد عيد. مش قلتلكوا الفتره اللي جايه دي هتبقى فتره التحفيل في البرامج، واللي هيعرف يستخف دمه ويحفل هو اللي كل القنوات هتستضيفه. الفقرة الرابعة هي سكريبت جون إدوارد موحد الخطين الفاتح الجديد اللي قدر يعمل من الفسيخ شربات، وتجربته لازم تعمم وكلنا لازم نتعلم منها. امال ايه؟ طيب ما اي سمسار لعيبة هتديله فلوس هيروح يجيب لعيبة عادي يعني. ما ممدوح عيد جايب لعيبة البيراميدز قد كده. لكن السؤال بقى هو جون إدوارد جاب فلوس منين يشتري بيها لعيبة؟ ده السؤال اللي محدش يجرؤ انه يسأله. الفقرة الخامسة: الزمالك
بيشتكي شوبير للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عشان شوبير بيطالب بمعاقبة جمهور الزمالك اللي شتم زيزو. اللي شتم مش هيتعاقب، واللي بيطالب ان اللي شتم يتعاقب هو اللي هيتعاقب. حد فهم حاجة؟ دي إدارة أكبر قلعة رياضية في مصر، راعي الأخلاق والفضيلة. الفقرة السادسة والأخيرة، رجاء اتفرجوا على لقاء أبو العلا مع جمال العدل. صريخ ضحك من غير ما أقول لكم أنا أي حاجة من عندي، انتوا هتضحكوا لوحدكم. ناس ما عندهاش دم.